أهمية تصويتنا فيه وأهمية اختيارنا. لذا الإنسان الذي يصوت ويبدي رأيه واختياره هذا بحد ذاته مشاركة في بناء دولته. الكويت أيها الأحبة أعطتنا الكثير، أعطتنا الكثير، لابد أن ينسب الفضل لأهله. الله سبحانه وتعالى حبانا بحكام ودولة آمنة مطمئنة. هذا الأمر ألا يستحق أن احنا نعطي؟ ألا يستحق أن نختار من يبني دولتنا ويشرع لنا ويحمي حقوقنا؟ لذا أيها الأحبة على الإنسان الذي يمثل الأمة أن يكون صادقا في نفسه ومع غيره، كلمته يكون على قدها ولا لا يتقدم لها، كلمته يكون على قدها، صادق مع نفسه ومع الله ومع الناس. كما أشكر وأثني على أبو براك جزاه الله خير على هذه الدعوة وهذه الجمعة، وهو من الناس اللي والله يستاهل، وهذه والله ما هي شهادة مني أبدا، والله أنها شهادة من الناس قبلي، لكن سيف مجرب وبإذن الله ما يخذلكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يجعل أن الانتصار إن شاء الله بإذن الله والنجاح حليفه، وفاله بإذن الله الكرسي. صلى الله على نبينا محمد.